صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشوني الفيديو اللي فات. النهارده بقى جايه لكم بفيديو روعه وجميل، بس ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وتابعوني على صفحه البيج عيله سيما. وتعالوا بقى يلا نشوف. شايفين الطعام والجمال؟ الحاجه دي تنفع بقى في المدارس، تنفع في الرحلات، يعني حاجه جميله وسهله قوي. معانا سوسيس ومعانا بطاطستين، هنعمل منهم احلى وصفه واحلى طريقه جميله. يعني اولادك يعني لو تغير في نوعية الأكل. تعالى معانا بقى نقشر بطاطستين. لو انت عايزة تضاعفي الكمية ماشي، زودي الكمية. لو بدل 2 تبقى 4 كده، على حسب اللي انت هتعمليه. دلوقتي بقى جبنا البطاطس وقشرناها وهنغسلها غسلة كويسة، وهنخرطها تخريط ايه، مكعبات. هنسلقها. دلوقتي انا بخرطها مكعبات، اي بقى بالطريقة اللي انت عاملاها. هنحطها في الحله ونغسلها، وبعدين ايه نرجع نحط لها ميه ونحط لها شويه ملح ونسيبها ايه تستوي. دلوقتي خلاص استوت وصفيناها من الميه. جبنا بقى بوله وحطينا البطاطس فيها. ما عندكيش الهرس البطاطس، هاتي الكوبايه بكعب الكوبايه واقعدي هرسي بيها البطاطس. طريقه سهله حلوه. اهم حاجه تبقى بارده وحلوه، عشان ايه ما تاخدش، ما تفكش منك. حطينا بقى التوابل عبارة عن رشة كمون، رشة فلفل، رشة 4 معالق نشا. ما حطيناش توابل كتيرة، حطينا جبنة مبشورة وقلبنا كل الكلام دوت. هنقلب البطاطس بالتوابل. كنت هحط جبنة صوص جبنة، بس ما رضتش العلبة تنزل وكده بايظة. حطينا بقى الدقيق، عبارة عن 4 معالق دقيق برضو، نفس ما حطينا مع 4 معالق نشا. معنا بقى شوية زيت، عشان نجيب بقى ندهن ايدينا بالزيت، ونجيب البطاطس ندورها يعني كده، ونحط ايه شريحة جبنة رومي صغيرة وسوسيس نلفها مع البطاطس. شايفين؟ جميلة وحلوة قوي. طريقة جميلة تخلي اولادنا ايه، لو ما باكلوش السوسيس هياكلوه بطريقة حلوة. البطاطس مغذية. نفس ما عملنا اول مرة، جبنا البطاطس حتة بطاطس كده وشويه زيت دهناهم عشان ايه ما تلزقش في ايدينا، وكمان ايه البطاطس تشكل على الطريقه اللي احنا عاوزينها وحطينا، وهكذا وعملنا نفس القصه. وكده بقى ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وتعملوا لايك للفيديو. برضو نفس القصه، جبنا حته بطاطس. شايفين؟ طريقه حلوه وجميله جدا. اهو اخر واحده هنحط حته الجبنه الرومي. دي اختياري، انا لقيتها عندي في التلاجة طلعتها، يعني قلت ايه عشان الوصفه تبقى حلوه. مفضلش غير حته صغيره. هنحط بقى الجبنه الرومي ونقلبها، يعني هنعملها كوره. وتعالوا بقى نعمل معانا بيضايه وفيجيتار او بقسماط ناعم. هننزل السوسيس في البيض، وبعدين هنطلعه نحطه في البقسماط، ونبدأ بقى ايه نعمل القصة برضو نفس العملية يعني. متنسوش بقى تشتركوا في القناة، اديكم انتوا شايفين ان انا بعمل ايه. متنسوش بقى تعملوا لايك وتدوسوا لو لسه مشتركتوش في القناة، وتابعوني على صفحة الفيديو عيلة سيما. ويا رب الفيديو يعجبكم، وتعملوا شير بقى للفيديوهات، وتعملي جولة كده في القناة وعلى الفيديو برضو. خلاص نفس القصة، نزلتها في البيض وبعدين هنزلها في البقسماط. شايفين؟ تنفع بقى للمدارس، تنفع الرحلات، تنفع الفطار غدا عشاء. يعني اولادنا بقى لو عملتي بقى الطريقة الحلوة دي، ويا سلام بقى الجبنة بتمط كده بطريقة جميلة وحلوة. يعني وصفات جديدة. ابني بيقول لي يا ماما جميلة جميلة، العيال صحابه في الدرس قالوا جميلة. تعالوا بقى نقليها اهو. خلاص خلصنا الكمية، وتعالوا بقى نقلي. هننزل بقى في الزيت. متنسوش بقى تعملوا لايك. ما نقلبهاش دلوقتي، هي مش هتفك خالص مادام احنا حاطين لها نشا وحاطين لها دقيق، وكمان احنا سيبناها لما تبرد عشان ايه ما تفكش مننا. شايفين؟ يا سلام، البطاطس كده طريه وناعمه وحلوه وفيها هشه كده، يعني خرافه مع السوسيس. كانت تحفه. متنسوش بقى تعملوا لايك، ولو لسه مشتركتوش في القناه تشتركوا. انا كذا مره بقول لكم اهو تشجعوني عشان اعمل لكم فيديوهات كتيره. شايفين؟ خلاص اهي. تعالوا بقى نطلعها، نصفيها من الزيت. لو عايزه بقى تحمريها في اي فرايل ماشي، عشان ما تاخدش مننا زيت ماشي، المتاح عندك. بس انا قلت لسه هطلع الفرايل وكده، مش مهم، نقلها في الزيت وخلاص.
هي مش هتشرب زيت ولا حاجة، دي جميلة جدا. نعمل بقى الكمية التانية اللي فاضلة معانا، طعمها خرافة خرافة خرافة. تعالوا بقى نشوف احنا عملناها ازاي. يلا تعالوا بقى نشوف الجمال اهي، خلصناه. وتعالوا بقى نفتح على السوسيس البطاطس، بطاطس محشية بالسوسيس. شايفين انا رحت فين؟ راح اجيب لكم شوكة وسكينة عشان اعرف اقسمها لكم وتشوفوا الجمال والطعامة. بطاطس محشية بالسوسيس، يا سلام يا سلام يا سلام. شايفين الطعامة، شايفين الجبنة وهي بتمط، بتغمزاها كده في الكاتشب او صوص الجبنة او مايونيز، اي صوصات عندك تغمزيها بيها، جميلة وتحفة وحلوة. والبطاطس هشة وطرية وطعمها جميل، حاجة كده خرافة. ما تنسوش بقى تعملوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة تشتركوا، وتتابعوني على صفحة البيج عيلة سيما، وتستنوني بقى في الفيديوهات اللي جاية. مع السلامة وباي باي. حاجة كده طعمة وخرافة وروعة روعة، مش قادرة اقول لكم ايه. لايكات بقى، واستنوني في الفيديوهات اللي جاية. مع السلامة، باي باي.